انتوا خلاص مش محتاجين تسافروا كوريا عشان تاكلوا احلى كوريان كورن دوج، لاني اقول لكم ازاي تعملوه من البيت بطريقه سهله جدا وسريعه. نقعد بقى نشد في الجبنه كده لحد السقف لحد ما بنعرفش نوصل لها. في الاول هنحضر العجينه في علبه واسعه، هنحط فيها كوبايه ميه، معلقه صغيره من السكر والخميره الفوريه، هنكسر كمان بيضايه، وهنحط من كوبايتين لكوبايتين ونص من الدقيق مع رشه ملح، وهنقلب بقى العجينه دي مع بعض كويس قوي لحد ما يكون قوامها عامل كده. هنغطي عليها بقى ونسيبها تخمر على جنب. وفي حله فيها ميه بتغلي هنزل الهوت دوج بتاعي عشان يتسلق، بسيبه يتسلق دقيقتين 3 كده مش اكتر، وممكن كمان ما تسلقوهوش براحتكم. قطعت الموتزاريلا ستيكس والهوت دوج على قد السيخ وحطيتهم مع بعض وكملت باقي الكميه كلها. يستحسن هنا نستخدم اسياخ الشيش طاووق، بس تكون سميكه شويه، ما تكونش الرفيعه دي عشان دي ممكن تتكسر منكم وهتغلبكم شويه يعني. وحطيتهم بقى في العجينه بعد ما اختمرت، قعدت تقريبا من ساعه ونص لساعتين، وكانت وصلت للقوام البرفكت ده. بننزلها على بقسماط او بانكو او اي حاجه بس تكون كريسبي شويه عشان ده اللي هيديها الشكل الحلو في الاخر. عملت كمان واحده بالبطاطس زي بالظبط بتاعت كوريا، وعملتها باني جبت بطاطسايه وقطعتها مكعبات صغيره ونزلتها تتسلق نص تسويه، وجبت علبه وحطيت فيها معلقه كبيره من النشا ونزلت عليها البطاطس وقفلت ورجيت كويس قوي لحد ما البطاطس اتغلفت كويس قوي من النشا، عشان ده بيساعد ان هي تلزق اسهل على العجينه. بعد ما بنغلفها كويس قوي بالبطاطس بنحطها بقى في خليط البقسماط، وهندخلهم التلاجة يمسكوا نفسهم كده 10 دقايق، وهنقليهم بقى على زيت سخن على درجه حراره متوسطه، ما تاخدش 3 4 دقايق كده، وبتكون العجينه خلاص استوت وبقى طعمها تحفه. حطيت في الاخر بقى كده شويه مستردة وكاتشب، وبجد يا جماعه كان طعمها رهيب، لازم تجربوها.